لعنة. واش ماك تسمعش. حيدو ديك الطموبل من الطريق دابا. فداك الجو النقي والبارد ديال صباح خريفي فجبال الأطلس، واحد الغوتة بحال ديال شي وحش مفترس خرجات من فم واحد الراجل في عمرو، وهرسات داك السكت ديال الصباح. هذا كان هو الكولونيل إدريس بوعزة من القوات البرية. صوته كان عامر بالغضب والعجرفة. كان كيشير بصباعه لواحد السيارة رباعية الدفع كحلة وجديدة. هاد ولد الكلب، واش ما عرفنيش أنا شكون. يا الحشرات، نيتو من تجرؤ تقطع عليا الطريق. حيدو ديك الخردة دابا. من مورنزج الفيم ديال الطموبل، بانت واحد المرأة عسكرية، وجها بلا مكياج، شعرها مجموع لفوق بطريقة منظمة. وأخا ما كانت دايرة حتى حاجتي باش تزين رأسها، واحد الهيبة قوية كانت خارجة منها، لدرجة أن قوات الكولونيل بوعزة ما بقوش عنده حتى معنا. المرأة العسكرية بقت جالسة في الطوموبيل ديالها، ساكتة وكتشوف فيه. عينيها كانوا حادين وباردين، بحال شي صياد كي يتفرج في الصيدة ديالو. البرود اللي كان في وجهها زاد خلي الكولونيل بوعزة يحس بالإهانة كتر وكتر. ما قرش يشد راسه، قرب من السيارة وهو كيغوت. نيتوما من تابعين اللي عندكم هاد الجرأة توقفوا طموبل وسط الطريق بحال هيك؟ المسؤول ديالي جاي للاجتماع، يلا تعطلوا بسبابكم. واش نيتوما اللي غتخلصوا المسؤولية؟ يا الزبل، نيتوما تجرؤ تقطع عليا الطريق. وهو كيغوت وكيهدد. فديك اللحظة، المرأة العسكرية حلت الباب ديال السيارة بشوية وهبطات. فديك الوقيتة اللي رجليها قسوا الأرض، بحال يلكع الأصوات اللي دايرين بيهم سكتوا. فوق كتاف الزي العسكري ديالها، كانوا جوج نجمات ذهبيين كيبرقوا بشكل مبهر. عوينات الكولونيل بوعزة توسعوا بواحد الشكل هستيري، بحال يلا وقعات شي زلزلة. عاد فهم باللي ديك اللي كان كيغوت عليها هي القائدة الجديدة ديال الفرقة اللي يلاه تعينات. الدم تجمد في عروقه، والعرق البارد بدا ينزل منه بحال الشتاء، حتى فزك ليه الكومبا ديالو كاملة. رجع خطوة للور، ولكن كان فات الفوت. الشوفة ديال الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي كانت باردة بحال التلج، بحال يلا كتشوف ليه فقلبه وفعقله. شفايفها تحرك بشوية. الكولونيل إدريس بوعز كيبان له باللي فقدت القدرة على الملاحظة وأبسط قواعد الاحترام العسكري. صوتها كان هادي، ولكن فيه واحد القوة اللي غطات على كاع الضجيج اللي كان. عقل بوعز تبلوكا. بقى يبرر، ولكن حلقه تزير، وما قدرش يخرج حتى كلمة. بقى غير واقف فبلسطه، كيندم بحرقة على الغلطة اللي دار واللي ما عندهاش حل. ديك الغطرسة والسلطة اللي بناها طوال حياته، كل شي تريب فلحظة واحدة بسباب حكمة غلطة. قلب الكولونيل بوعز بحال يلا طاح لي فرجلية. بقى واقف جامد، كيحسب داك السبان والمعيور اللي خرج من فمه. بحال شي أمواج عملاقة كترجع وتضرب فيه هو. العرق البارد ما زال محبسش من وجهه اللي ولا صف. فعينيه كان خليط ديال الرعب وعدم التصديق. قائدة الفرقة مرًا. فحياته العسكرية كلها، كان ديما عنده واحد الفكرة مسبقة على الضابطات. بالنسبة ليه، المرأة العسكرية يلا كانت مزيان، غتكون غي موظفة فشي قسم إداري ولا لوجستيكي، ولا مجرد زواق فالبيروية. ولكن دابا، هاد المرأة اللي واقفة قدام هازة فوق كتفها جوج نجمات، هادشي كان بحال شي مطرقة كبيرة هرات ليه العالم ديالو اللي كان مبني على الغرور. فديك اللحظة بالضبط، من الباب ديال الثكنة، خرج الكولونيل يوسف بنجلون، رئيس أركان الفرقة، كيجري بواحد السرعة خيالية. وجهه كان بيض بحال الميت. الوحدة كلها استعد. تحية لقائدة الفرقة. الأمر العسكري ديال الكولونيل بنجلون اللي كان بحال الرعد، دخل نيشان فودنين الكولونيل إدريس بوعز. الجنود اللي في الحراسة وحتى الكولونيل بوعزة نفسه،
بحال إلى داروا حركة لا إرادية، هزوا يديهم للتحية العسكرية. يد بوعز حس بيها ثقيلة بحال يولى هازة الرصاص، ويدو كانت كترعد. كنزة العلمي ردات التحية للكولونيل بنجلون بهدوء، ورجعت عينيها للكولونيل إدريس بوعزة اللي كان ما زال واقف جامد. عينيها كانوا من واحد النوع اللي عمرو شافه في حياته، ماشي غضب ولا احتقار، ولكن واحد البرود اللي كيشوف ليك في الداخل ديالك، بحال يولاك تشوف فشي حاجة خامجة. عاود لو الرتبة ديالك، المنصب، الاسم الكامل والوحدة اللي تابع عليها. حلق الكولونيل بوعزة تزير عليه، ما قرش يخرج صوت واضح. حاول يسار طريقه وهو ناشف، وجاوب بصوت مرعود: تحت أمرك سيدتي الجنرال. الكولونيل إدريس بوعز، قائد الكتيبة الثانية من الفوج الخامس. صوته كان كيترعد بحال شي قصبة فضريب الريح. مزيان، الكولونيل بوعز. بفضلك اليوم، خديت واحد الانطباع أول قوي جدا على الفرقة ديالنا. شكرا ليك. كلامها ما كانش مجاملة، كان إعلان حرب بارد كطر من الثلج. الكولونيل بوعز فهم مزيان المعنى ديال دوك الكلمات. الغرور ديال دابا غيولي هو أكبر مصيبة غتنزل على راسه. كنزة العلمي ما بقاتش كتشوف فيه دورات وجها عند الكولونيل بنجلون رئيس الأركان. من دابا كيتلغى حفل التنصيب ديالي. عوينات الكولونيل بنجلون توسعوا بالدهشة. عفوا سيدتي الجنرال. شنو قصدتي؟ قائد الفيلق والمسؤولين المحليين كلهم، كنزة العلمي قطعات عليه الهضرة بحزم. ملبغاتش نضيع أول نهار اللواء في الخدمة فهذه الأنشطة الشكلية. بلغ فالحال الفرقة كلها بإلغاء جميع المراسم. دابا غادي نبدأ جولة تفقدية فالفرقة. سكتات واحد شوية وزادت ببرود، وعينيها كيشوفوا فالكولونيل بوعز. وأول وجهه هي الكتيبة الثانية من الفوج الخامس. هاد الجملة الأخيرة ديالها كانت بحال شي رمح تزرع نيشان، فقلب الكولونيل إدريس بوعزة آخر قطرة دم فوجهه مشات. أخيرا فهم الحفرة اللي حفر لراسه شحال غارقة. كنزة العلمي دازت من حداه، ودخلات بخطوات ثابتة من الباب الرئيسي. موراها شمس الصباح الخريفية ديال جبال الأطلس رسمات الظل الطويل ديالها على الأرض. نجمة جديدة طلعت في الفرقة، ولكن بالنسبة لهدوك اللي ولفوا النظام القديم، ديك النجمة كانت كتبان ليهم بحال شي نذير شم، كيعلن على بداية واحد الكارثة. الكولون البوعز بقى واقف جامد فبلسطو بحال شي تمثال، ما قدرش يهز راسه. فعقله كانت غي فكرة وحدة. صافي، كل شي مشن. الكتيبة ديال الكولونيل إدريس بوعز كانت بعيدة على قيادة الفرقة بشي 5 دقائق ديال الطريق بالطوموبيل. فش وقفات السيارة رباعية الدفع الكحلة ديال الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي فساحة الرياضة ديال الكتيبة، البلاصة كلها ولات بحال شي خلية نحل مقيوسة. زيارة مفاجئة من قائدة الفرقة، وزيدون لغات حفل التنصيب ديالها باش تجي نيشان لهنا. هذا الخبار كان كافي باش الكتيبة كلها تغرق في الخوف. الكولونيل بوعز كان سايق سيارته القديمة، وهو تابع طموبل قائدة الفرقة بحال شيء مجنون. ولكن فش وصل لساحة الرياضة، لقى الجنرال كنزة العلمي ديجا هبطات من السيارة وغادية جهة المباني ديال الجنود. جميع الجنود تجمعوا في الساحة من دابا 5 دقائق. تحققوا من النظافة ديال الغرف، البطانيات مطوية مقده، الأرض ممسوحة كتلمع، البيرو ديال الإدارة حيد منوكع الأوراق، ما خاص حتى حاجة فيها مشكل تبان قدامها. الغوت ديال الضباط والصوت ديال خطوات الجنود الزربان تخلط وعطى واحد المنظر ديال الفوضى. الجنود كانوا مخلوعين بزرف من هذه الزيارة المفاجئة ديال قائدة الفرقة. كانوا موالفين غي يتعاملوا مع التفتيشات الشكلية، ما عرفوش شنو يديروا في هذا الموقف الحقيقي اللي جاء على غفلة. ولكن كنزة العلمي ما شافت حتى شوفت في الجنود اللي كيتجمعوا في الساحة،
عينيها كانوا مركزين غي على بلاصة وحده، المبنى ديال السكن ديال الجنود. رئيس الأركان، قائد الكتيبة. تحت أمرك سيدتي الجنرال. من هذه اللحظة، حيدوا من بالكم فكرة أنكم توريوني الطريق ولا توجهوني لشيء مسار مجدينه من قبل. أنا غادي نشوف داكشي اللي بغيت نشوفه براسي. صوتها كان بارد وحازم. مشت نيشان لأقرب مبنى. الكولونيل بوعز ونائب قائد الكتيبة وجوههم صفراء وتابعيتها من اللور. على وجوههم كان باين الخوف واليأس ديالهم وهما باغين يلقوا شي طريقة يمنعوها. كنزة العلمي دازت في الكولور، ووقفات قدام واحد الغرفة مكتوب عليها الغرفة رقم 3. بلا تردد حلت الباب. ديك الساعة واحد الريحة ديال الغمولة ضربتها نيشان فنيفها. بسبب الزربة في التنظيف كانوا كابين ألما، فكل بلاصة دكشي على الشاش الأرض كانت كتزلط. الحيوط كانوا مبقعين بالغمولة والجو كان خانق. الجنود كانوا واقفين باستعداد قدام خزاناتهم الشخصية، ولكن وجوههم المتوترة وعيونهم القلقة ما قدروش يخبئوا الحقيقة. كنزة العلمي سكتات ودارت دورة في الغرفة، عينيها كانوا حدين بحال شي مشرد ديال طبيب جراح. ديك الخزانة الثالثة تم، شارت بصباعها لواحد الجهة. داك الجندي يحل الخزانة ديالو. الجندي ذو الدرجة الأولى كريم بالحاج، اللي تشار ليه وجهه ولا بيض. حل باب الخزانة وهو كيترعد، فالظاهر الزي العسكري والملابس الداخلية كانوا مطويين ومقادين، ولكن كنزة العلمي شرط لا داخل. جبدك عدكشي اللي فجياب الكمبا لهنا. كريم جبد على مضض شي حوايج من جياب القميص. واحد الفاصمة شخصية لونها ولا صفر، قشرة ديال حلوة لاصقة فيها التراب، وواحد الدفتر صغير. الكولونيل بوعزة دغيا غوت. سيدتي الجنرال، تفتيش الممتلكات الشخصية ديال الجنود شوية. صوت كنزة العلمي البارد قطع عليه الهضرة. الكولونيل، قبل ما نهضروا على الممتلكات الشخصية في الجيش، ماشي خاصك تهتم بحياة الجنود ديال الوحدة ديالك بعدا كيما خاص. الكولونيل بوعزة سد فمه. كنز العلمي خدات الدفتر، فيه كانوا مكتوبين ملاحظات قصيرة مع التواريخ ديالهم. تاريخ: شكيت من ركبتي كتضرني، طلبت نمشي للمصحة ولكن قوت عليا قالوا لي وكتمتل، ما عطونيش حل. 10 ماي، المسؤول عيط لي ونعاونو فشي شغل شخصي فدارو، ضيعت الحصة ديال النشاط المسائي كلها. 20 من يونيو، شفت واحد المسؤول من مستودع المازوت كي يعمر المازوت ديال الوحدة في الطوموبيل ديالو، خفت بزرف وما قدرتش نهضر. كلما قلبت في الدفتر، ملامح وجه كنزة العلمي ولات أكثر جدية. سدت الدفتر ورجعته للجندي كريم. شكرا ليك، أكيد كنتي محتاج شجاعة كبيرة باش داير هادشي. طبطبت ليه بشوية على كتفه. هاد الحركة الصغيرة خلت عوينات الجندي الشاب حماره. كنزة العلمي مشات لخزانة أدوات النظافة اللي يفلقنت ديال الغرفة. حلاتها، لقتل داخل شطابة مهرسة وشيشيفونات خامجين، مرميين تماك. رئيس الأركان، هذه هي الحالة ديال الماكلة والنعاس ديال الجنود ديال الفرقة ديالنا. شفتي كلشي بعينيك ياك؟ كان اعترف بالمسؤولية ديال سيدتي الجنرال. كنزة العلمي خرجت من الغرفة ومشى في الكولور. دازت من حدا المراحيض اللي زليجهم مهرس وفيهم بقع صفراء، ووقفات قدام باب غرفة الإعلاميات اللي في الأخر ديال الكولور. الباب كان مسدود بالساروت. عل أشهد الغرفة مسدودة؟ الكولونيل بوعزة تلتم وهو كبرر. حيت أغلب البيسيات خاسرين، ديجا درنا طلب لميزانية الإصلاح. كنز العلمي ما جاوبتوش، دورات البواني ديال الباب ودفعات. لداخل كانوا غير شي بيسيات قدام عامرين بالغبرة، الكراسة كانوا محيدين. البلاصة ولات بحال شيء مستودع كيحطوا فيه الضباط حوايجهم الشخصية. الملف ديال طلب الميزانية
من بعد شوية غادي نتحقق منه. يلا كنتي كتكذب، الكولونيل، من الأحسن توجد راسك باش تحيد هذا الزي العسكري. صوتها ما كانش فيه حتى شوية ديال المزاح، وجه بوعزة زاد بيض. البلاصة التالية كانت هي قاعة الأكل، كانت ديك الساعة هي وقت تحضير الغداء، قاعة الأكل كانت بحال شي ساحة معركة. الأرض عامرة ببقايا الماكلة، الفرفارات ديال التهوية مبلوكيين بالزيت، مخدمنش. الطباخين العرقة كي يتصبب منهم يديهم. ما وقفاش. كنزة العلمي سولات، شنو هو الموني ديال اليوم؟ لحم بالبرقوق واللوز سيدتي الجنرال. قربات لواحد الطنجرة كبيرة، وحركات بالغرف. شي طريفات ديال اللحم قلال بانو تحت المرقة اللي جارية بحال ألما. الكمية ديال اللحم كانت باينة قليلة بزوف على المعيار المطلوب. فين هو الشاف ديال الكوزين؟ همزة أنا هنا، سيدتي الجنرال. واحد الراجل غليظ جاك يجري. هذا هو الغدا ديال الجنود اليوم. نعم سيدتي. كنشوف البرقوق كتر من اللحم. واشن تقسيم الحصص الغذائية مطابق للمعايير؟ الشاف ديال الكوزينة العتم وبدا كي تأتى. حنا درنا جهدنا باش نضمنوا داكشي. درتوا جهدكم؟ الجيش ماشي بلاص باش ديروا جهدكم، هو بلاصة باش تبرهنوا بالنتائج. حللوا المخزن ديال المؤونة دابا. الأمر ديال كنزة العلمي يخلي وجه الشاف ديال الكوزينة والكولونيل بوعزة يتجمدوا. شافوا فبعضياتهم. باب المخزن تحل، واحد الريحة خانزة نفاذة خرجات منه. للداخل، كانت مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع باين باللي تسرقات محطوطة فواحد القنت. علب بسوي فاخرة، سوسيس، اندومي، وحتى كرات ديال الحلوى اللي كتشاف غي في السوبر مارشيات برا. كنزة العلمي بقت ساكتة كتشوف فديك الكومة ديال المواد الغذائية. السكوت ديالها كان أثقل وأخطر من أي توبيخ. بشوية دورات وجها تشوف فالكولونيل إدريس بوعز والشاف ديال الكوزين. عينيها كانوا بحال لا كيقولوا الذنوب ديالكم عارفاها كلها. الكولونيل بوعز. أنا هنا، سيدتي الجنرال. اليوم في الغداء غادي تأكل معاي ومع الجنود هنا، نفس الحصة ديالهم بالحرف. وفي العشية، خاصني نراجع كاع الملفات والوثائق المتعلقة بتسيير الكتيبة ديالك. ما تنقص حتى ورقة، جيبهم لودابا. هذا ما كانش مجرد أمر، كان هو المقدمة ديال واحد المحاكمة. الكولونيل إدريس بوعز صار طريقه بلا ما يحس. السمة ديال الخريف فجبال الأطلس كانت ما زال عالية وزرقة، ولكن قدام عينيه كل شي ولا كيبان ليه مظلم. شمس الظهيرة كانت داخلة من شراجم قاعة الأكل، ولكن الجو كان ما زال بارد. تقريبا 300 جندي هزين طباسلهم وواقفين في الصف، حتى واحد ما كيهضر. قاعة الأكل كلها غارقة فواحد السكوت تقيل. عيون كلشي كانت موجهة لواحد البلاصة. قائدة الفرقة الجديدة، الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي، كانت جالسة بوحدها فواحد الطبلة قديمة ديال 4 الناس وسط قاعة الأكل. التبسيل ديالها ما كانش مختلف على ديال الجنود الآخرين. شي طريفات ديال اللحم غارقين فمرقة البرقوق الجارية، شوي ديال الخضرة مسلوقة لونها تبدل، وتبسيل ديال الروز بارد وقاصح. كانت كتركل بشوية وبتركيز، بحال يلاك تذوق شي وجبة فاخرة فشير اسطورة غالية. جالس مقابل معها، الكولونيل إدريس بوعز كان بحال لا جالس فوق العافية. ما قرش يهز الفرشيط، بقى غير كيشوف فوجه كنزة العلمية وهو متوتر، العرق فزك ليه القميجة ديالو. حس بوجهه سخن فش فكرة بل يكع الجنود اللي فقاعة الأكل كيضحكوا عليه. فالعادة هو اللي كان كيتزاد ليه اللحم، ولكن اليوم ما قدرش يسرط حتى لقمة. كنزة العلمي كلات النص وحطات الفرشيط بشوية. دورات وجه جهة الجنود اللي كياكلوا، عينيها وقفوا على واحد الطبلة،
كانت الطبلة ديال الجندي ذو الدرجة الأولى كريم بلحاج اللي تلقات في الصباح. ناضت، هزت طبسيلها ومشت لديك الجهة. هذه الحركة المفاجئة من قائدة الفرقة خلت الجنود اللي فديك الطبلة تقريبا يوقف إليهم قلبهم. دغيا ناضوا، بذوا يهزوا يديهم للتحية العسكرية. جلسوا. صوت كنزة العلمي الهادي خلي الجنود يجلسوا وهما حشمانين. جلسات بكل طبيعية فالكرسي الخاوي حتى تبصيرها. سمحوا لي ويلا برزطتكم فالماكلة ديالكم، بغيت غير نجلس ناكل معاركم باش تونس. كانت جملة عادية بزراف، ولكن الوزن ديالها ما كانش خفيف. جنرال فالقوات المسلحة الملكية جالسة فنفس الطبلة مع جنود عاديين. هذا منظر عمرو تجرأوا يتخيلوه فطول مدة الخدمة ديالهم. الماكلة بنين تياك أن الدراري؟ السؤال ديالها حتى واحد ما قدر يجاوب. كل شي حد الراسو كيشوف فالتبصيل ديالو. واحد السكوت محرج عم المكان. كنزة العلمي ضحكات ضحكة خفيفة. أيوة، يلا قلنا بنين تغنكنو كنكدبو. حتى أنا دقتها وعرفت. الصراحة، هذه الماكلة يلا عطيناها لكلب ديال الثكنة يمكن حتى هو ما يبغيهاش. هذه النكتة الصريحة ديالها خلات كتاف الجنود يترخوا شوي. شي وحدين ضحكوا بلا مس يحسوا. فشافت هكاك، كنزة العلمي شافت فالجندي كريم وسولاته. يا كيسي كريم، فالصباح بان لي وركبت كماشي هي هديك. واش مأثورة عليك فالتداريب؟ لا ولوي سيدتي الجنرال. ما بنش ولوي. قول الصراحة، شكونا عارف، يمكن قائدة الفرقة تقدر تحل المشكل. عينيها الدافئين ولكن الحازمين خلوا كريم يتردد واحد. المدة طويلة، شاف جهة الكولونيل بوعز. بوعز دار راسه ما شايفش، ولكن الأعصاب دياله كانت كلها مشدودة بحال شي خيط. الجندي كريم زير على يدوي، فكر لا ماهر دابا، حتى حاجتي ما تبدل. جمع كاعن الشجاعة اللي عنده، وبدأ كيهدر بصوت مرعود. تحت أمرك سيدتي الجنرال، عندي التهاب مفاصل مزمن، ولكن فالمصحة كيعطيوني غير دواء ديال الحريق، وفي الكتيبة ما كيعفيونيش من التدريب. كان خاف يقول لي وكنمثل ذكشي على الأش ما بقيتش كنقدر نشكي من الحريق. صوته كان كيترعد ولكن الهضرة كانت واضحة. هاد الاعتراف الشجاع ديال كريم شعل العافية في الآخرين. واحد الجندي حداه حتى هواه ضرى. الوالد ديالي كان مريض بزراف، طلبت رخصة استثنائية ولكن الوحدة مرضاتش بداعي الخدمة. فالأخر ما قدرتش نمشي نشوف الوالد ديالي آخر مرة. عوينات داك الجندي دمعه. واحد بواحد، الأصوات المكبوتة بدأت كتعلى. مشكل اللباس العسكري اللي مكية وعش كامل. الضباط كيستغلوا السلطة ديالهم باش يأمروا بشغال شخصية. التكليف بأشغال غير منطقية. التحكم الصارم في الرخص. القصص ديالهم كانت هي الشهادات اللي فضحت الواقع ديال هذه الكتيبة. واحد الجرحة اللي غملت حتى قربات تفركع. كنزة العلمي بقت كتصنت بسكة، ما سهت على حتى كلمة. ما عطته مش كلمات تعزية خاوية ولا وعود سريعة. كانت غير كتشوف ليهم نيشان في عينيهم، بجسدها كامل كانت كتبين ليهم بريراها كتفهم وكتستقبل الألم ديالهم. فاش سال الغدا، كنزة العلم ناضت. أنا جيت لهنا باش نسمع للقصص ديالكم. شكرا ليكم حيث تجرأتوا وهضرتوا. داكشي اللي قلته اليوم، مستحيل يجيب ليكم أي مشكل. كناخد الرتبة ديالي كقائدة فرقة كضمانة لهادشي. هزت تبصيلها بيديها ومشات جهة البلاصة فانكلوحوا بقايا الماكلة. كاع الجنود اللي فقاعة الأكل كانوا حابسين نفسهم كيتبعوا ذاك المنظر. فعينيهم ما بقوش الخوف، ولكن واحد البصيص ديال الأمل والترقب. الجو فبيرو قائد الكتيبة كان تقيل بحال الرصاص. فوق البيرو الكبير اللي وسط الغرفة، كوام ديال الوثائق اللي جابهم الكولونيل إدريس بوعز بزربة كانوا عاليين بحال شي جبل.
سجلات دخول وخروج المازوت، تقرير نتائج التدريب، ملفات صيانة المعدات، وثائق حول عدد الجنود واللوجستيك. كالشي على نشاط الكتيبة كان تماك. الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي كانت داير نضادر، جالسة جلسة مستقيمة، كتقلب صفحة بصفحة في الوثائق. حداها كان رئيس الأركان يوسف بن جلون والكولونيل رشيد، رئيس لجنة التفتيش بالفرقة، اللي لا تعيط ليه على وجه السرعة. الكولونيل إدريس بوعز كان غير واقف فلقا ديال الغرفة، كيتبع بقلق. رئيس لجنة التفتيش حلل لواء كمية استهلاك المازوت كل 3 أشهر ديال هذه الكتيبة وقارنها مع المعدل ديال الفرقة في العامين الأخيرين. بناء على تعليمات كنز العلمي، الكولونيل رشيد دغيا بدأ كيكتب في البي سي كي يحلل البيانات. تحت أمرك سيدتي الجنرال، معدل استهلاك المازوت الشهري لكل شاحنة في هذه الكتيبة كيفوق ب18% المعدل ديال الفرقة. خصوصاً استهلاك نهاية الأسبوع وأيام العطل كي يتسجل بشكل مرتفع وغير عادي. نهاية الأسبوع مو فيهم تدريب ولكن كي يستهلكوا المازوت بزرف بحاله كنزة العلمي حطات سجل دخول وخروج المازوت وسجل حركة المركبات حداً بعضياتهم باش تقارن. صبعها وقف على 1 نقطة. الكولونيل بوعز، شوف هاد النهار. السبت 15 من أبريل، سجل حركة المركبات كيبين شاحنة وحدة خدمات 50 كيلومتر بهدف تنظيف المحيط ديال الوحدة، واستهلاكات 20 لتر ديال المازوت. ولكن سجل الخروج من المستودع كيبين خروج 100 لتر. ديك 80 لتر اللي بقت فين تبخرت. وجه الكولونيل بوعز 0. يمكن غي غلط في الكتابة. الجندي ديال المكتب هو اللي غلط؟ كنزة العلمي ضحكات بسخرية. غلط بحال هذا تعاود 12 مرة في 6 شهور، داك المازوت اللي تبخر يلا جمعناه يعمر برميل. واشن بصحك تعتقد بلي هذا مجرد غلط بسيط؟ ما تسنتش الجواب. دازت للكومة ديال الوثائق التالية، كانت هي تقرير نتائج اختبار القدرة القتالية. على الورق، هذا الكتيبة كانت من بين أحسن الوحدات فالقدرة القتالية في الفرقة. خصوصاً نتائج الرماية الفردية والمسير العسكري بحمل ثقيل لمسافة 20 كيلومتر ما كان عندها منافس. رئيس الأركان قارن لواء تقرير عدد أفراد الكتيبة مع لائحة المشاركين الفعليين في اختبار القدرة القتالية ديال الثلاثي الأخير. الكولونيل بن جلون وهو كيقارن عبس. سيدتي الجنرال، كاين حاجة ماشي هي هديك. اللائحة ما مطابقيش. فوقت الاختبار، من غير اللي كانوا في المستشفى ولا في رخصة، من أصل 312 جندي، كاين 27 واحد ما كاينينش في الملفات. كنزة العلمي هزات رأسها بالموافقة. بطبيعة الحال ما كاينينش، حية هدوك أعداد وهمية، هادي ماشي هي جريمة تضخيم عدد الأفراد. حية عدد الغياب بزوف غيأثر على النتائج، دكشي على الأشهزيتو النتائج القديمة ديال جنود متفوقين ما شاركوش في الاختبار ولصقتوها، باش تصوبوا تقرير مزور. واشن هادشي صحيح؟ الكولونيل بوعز. إدريس بوعز جسمه كانوا بدا كترعد. لا ماشي صحيح. على قبل شرف الوحدة. كنزة العلمي ناضت فجأة، ضربات يديها بقوة فوق البيرو خلات كوام الوثائق يهزهزو. كتوكل الجنود ماكلة خامجة، كتردو المريض ممثل، كتسرق المازوت ديال الدولة. هذا هو شرف الجيش اللي كتهضر عليه. واحد الشرف وهمي مصنوع من سجلات فاسدة، شحال كيوسخ هاد الفرقة، يا كما ما عارفش. التوبيخ القوي ديالها خلي كل شي فالغرفة يحبس النفس. كنز العلمي هزات آخر ملف، تقرير جرد مخزن الذخيرة. عينيها ضياق. رصاص كاشف لبندقية الكلاشنيكوف. 500 طلقة. العدد الفعلي والسجلات ما مطابقينش. هذا فعل تضييع ذخيرة حية ما ففيهش نقاش. الكولونيل بوعز، انت ماشي غير خلفت الانضباط العادي،
ولكن ارتكبت جريمة خطيرة كتهز الأساس ديال الجيش. الكولونيل إدريس بوعز حس براسه دائخ وغطيح. فاللخر طاح على ركبيه في الأرض. سيدتي الجنرال، عافاك عطيوني فرصة. أنا غنتحمل كاع المسؤولية وغنصلح الأغلاط ديالي. عافاك سيدتي الجنرال. بدا كيطلب بواحد الطريقة حقيرة، ولكن عيون كنزة العلمي ما تحركش. شارت للنجمات اللي فوق كتافها. الكولونيل إدريس بوعز، واش نعرف التقليد ديال هاد النجمات؟ هذا ماشي مجرد شرف شخصي ديالي، هذه هي حياة عشرات الآلاف ديال الجنود، فالفرقة اللي كنقودها هي الثقة ديال عائلاتهم، وهي المسؤولية اللي الشعب عطاها للجيش ديالنا. أنا ما يمكنش نخون هذه المسؤولية. ببرود عطت القرار الأخير ديالها رئيس لجنة التفتيش تحت أمرك سيدتي الجنرال. فالحال إعفاء الكولونيل إدريس بوعز من منصب قائد الكتيبة الثانية من الفوج الخامس. قيادة الكتيبة مؤقتا كتسلم لرئيس أركان الفوج. فنفس الوقت اقتياد الكولونيل بوعز لمكتب لجنة التفتيش بالفرقة وبداية التحقيق الرسمي ابتداء من اليوم. تفتيش جميع أماكن العمل ديالو، داره الخاص والأماكن المتعلقة، استدعاء جميع الأشخاص المعنيين لتوضيح الحقيقة، ما خاص تفلت حتى تفصيله. مفهوم. ورئيس الأركان. نعم سيدتي الجنرال. غدا مع 9 ضد الصباح استدعاء لاجتماع طارئ للضباط القادة في القاعة الكبرى لقيادة الفرقة. جميع الضباط من رتبة قائد فوج فما فوق خاص يكونوا حاضرين بلا استثناء. عندي بزاف ما أتقال للضباط ديال هذه الفرقة. كنزة العلمي شافت لتحت فإدريس بوعزة اللي كان منهار تحت رجليها ببرود. فعينيها ما كانش الغضب ولا الاحتقار، كان غير الحزم البارد ديال شيء. طبيب جراح كيقطع ورم خبيث. كانت له بدأت عملية استئصال الجرح ديال الفرقة. الصباح التالي مع 9 القاعة الكبرى ديال الفرقة، قلب الوحدة، كانت غارقة فواحد التوتر اللي عمرو كان كتر من 200 ضابط من رتبة قائد فوج وما يعادلها كانوا جالسين في القاعة، كل واحد فيهم وجهه جامد. من الرائد حتى للكولونيل، هما كانوا العمود الفقري والعقل ديال الفرقة. السكوت كان تقل بحال الرتب اللي علت كتافهم. خانق المكان كالو. البارح في العشية، خبر إعفاء الكولونيل إدريس بوعزة قائد الكتيبة الثانية واعتقاله للتحقيق انتشر بحال البرق في الفرقة كلها. هذا ما كانش مجرد قرار إداري، كان حجرة كبيرة تلاحت فواحد البحيرة هادئة، والموجات ديالها بداو كيفسكو رجلين كالضباط القادة. كانوا كيهمسوا، أصواتهم خافتة ولكن الهضرة حادة. لغات حتى حفل التنصيب باش تعاقب قائد كتيبة. هادي ماشي سئيل. الصراحة الكولونيل بوعز دي ما كانت عليه الهضرة، ولكن بهذه الطريقة واش ماشي قاصح بزراف. خاص يتفكر في استقرار الوحدة. قائدة الفرقة مرا، كيبان لوغادي ناكل العصا مزيان. بلاصة ما يكونوا توقعات إيجابية، الجو السائد كان هو القلق والحذر من القائدة الجديدة. خصوصا بالنسبة لهدوك اللي والفوا التصرفات الخايبة الكبيرة والصغيرة تحت اسم العرف. الظهور ديال كنزة العلمي ما كانش مختلف على مقدمة ديال شي كارثة. مع 9 قد الباب اللوراني ديال القاعة تحل، بانت الجنرال دو ديفيزيون كنز العلمي. رئيس الأركان الكولونيل يوسف بنجلون ومدير المكتب كانوا تابعينها. الضباط اللي في القاعة ناضوا دقة وحده، هزوا يديهم للتحية العسكرية بنظام. صوت استعد دو في القاعة. كنزة العلمي وقفات قدام المنصة ردات التحية، ودارت إشارة قصيرة. تفضلوا جلسوا، من بعد طلعات للمنصة. يديها مكئنة شهازة حتى وثيقة ولا ورقة. سكتات واحد شوية، وبشوية دوزات عينيها على كل وجه ديال الضباط اللي في القاعة. ديك الشوفة كان فيها واحد السلطة قاهرة، لدرجة أن حتى واحد ما قدر يشوف ليها نشان في عينيها، كل شي حضر راسه.
فاللخر بدأت كتهدر، صوتها من خلال الميكروفون كان واضحا وكيدوي فالقاعة كلها. كان ظن بلي جميع الإخوان الحاضرين هنا اليوم عارفين على الأش. البارح عزلت قائد الكتيبة الثانية وأعطيت الأمر للجنة التفتيش باعتقاله والتحقيق معه. البداية كانت مباشرة بلا شرح بلا تطويل. التهم ديال كثيرة: اختلاس المؤونة العسكرية، تقديم تقارير كاذبة، استغلال السلطة، التصرف بقسوة مع المرؤوسين. وأنا متأكدة بلي خلال التحقيق غيبان مشاكل أخرى أكثر خطورة. ولكن داكشي اللي بغيت نقول ليكم اليوم ماشي هو الأخطاء ديال شخص واحد هو الكولونيل بوعز. بغيت نهضر على مشكل منهجي، على علاش هو قدر يدير هذا الجرائم ويبقى فمنصب مرتاح. واحد الحركة خفيفة دازت بين الضباط. البارح فهاديك الكتيبة شفت جوج أنواع ديال الجيوش. واحد هو الجيش واللي كاين غير فالوراق. فهادن الجيش كاع الجنود عندهم لياقة بدنية ممتازة، كيضربوا الرصاص نيشان، والمعدات ديما فأحسن حاله. فالتقارير هادي وحدة قتالية نخبة ومثالية. ولكن كاين جيش آخر اللي شفتوا بعينيا، هو الجيش اللي في الواقع. الجنود كياكلوا ماكلة خامجة، كيمشيوا للتدريب وهما مراض، وكيتكلفوا باش يخدموا شغل شخصي للضباط. المعدات مصادية، المازوت كيتسرق، والذخيرة ما معروفاش فينمشات. سكتات، مرة أخرى شافت نيشان فالضباط. كنسولكم أيها السادة، الجيش اللي خاصنا نبنيوه هو الجيش اللي في الوراق ولا الجيش اللي في الواقع. صفحة ديال تقريري باش تفرح المسؤولة: واشن أهم من حياة جندي كيحرس في الحدود في البرد القارس؟ حتى واحد ما جاوب. هذا ما كانش سؤال استنكاري، كان موس تزرع نيشان في الضمير ديالهم. كنزة العلمي زادت خطوة لقدام. ابتداء من اليوم كنعلن أنني غنحيد تماما الجيش اللي في الوراق من هذه الفرقة. أي ضابط قائد يجيب لي تقارير مزورة، أرقام مختلقة، إنجازات منفوخة، ما غديش نسامحه. كنفضل نأخذ تقرير فشل صادق على نجاح مزور. ما تخافوش من فتح المشاكل. الحاجة اللي كتواوف بس هي تكون عارفة كاين مشكل وكتخبيه، وكتخلي ديك الجرحة تغمل وتخمج الوحدة كلها. صوتها كان عامر بالقوة. أيها السادة القادة، الرتبة اللي على كتافكم ماشي سلطة، هي مسؤولية. أول مسؤولية عندكم ماشي هي ترضيوا المسؤولين ديالكم، ولكن هي تهلو فالجنود اللي نتوما مسؤولين على حياتهم، تضمنوا ليهم يأكلوا مزيان، ينعسوا مزيان، ويتعالجوا فاش يمرضوا. هذه هي نقطة البداية ديال الاستعداد للقتال. قائد ما عندوش الثقة ديال الجنود ديالو، وخيكون عنده جيش كبير ما يمكنش يربح المعركة. غادي ندير قناة تواصل مباشرة مع قائدة الفرقة باش كل جندي فالفرقة يقدر يوصلني الهموم والتطلعات ديالو مباشرة. الهوية غتكون سرية تماما، والشخص اللي غيعطي المعلومة ما غيتعرض لحتى انتقام. إلى شي قائد حاول يقلب ولا ينتقم من الشخص اللي بلغ، يتفكر بلغ يخلص 8 جلا من الكولونيل إدريس بوعز. الجو في القاعة داب ولا بارد بحال التلج. نظام التدريب حتى هو غيتصلح بالكامل. التدريبات الشكلية، التدريب باش تواجه التفتيش، كل شي غيتلغى. غنركزوا على التمارين القتالية الحقيقية، نزيد فالقدرة على البقاء ديال الجنود والقدرة على القتال الفوري في الظروف الواقعية. تصرف الضباط اللي كيكلف الجنود بشغل شخصي في نهاية الأسبوع حتى هو غيتعاقب بشدة. وقت الراحة ديال الجندي حق من حقوقه، والمساس بهاد الحق غيتعتبر فعل تخريب للقدرة القتالية ديال الوحدة. كنزة العلمي نزلات من المنصة، بحال يلا بغات تشوف في عينين كل ضابط. أنا خلقت هاد الفرصة باش نعطيكم خيارا، فرصة باش تقطعوا مع العادات الخايبة ديال الماضي وتبنيوا معي فرقة جديدة. بغيت الشعار ديالنا: الله، الوطن، الملك، ما يبقوش مجرد هتاف خاوي، ولكن يكون إيمان حقيقي كيدوي من قلب كل جندي.
عينيها غطاو القاعة كلها. ولكن ما تغلطوش، هذا ماشي اقتراح، هذا أمر. اللي ما متفقش مع الطريق ديالي ولا ما عندوش الإرادة باش يتبدل، من الأحسن يقرر الطريق ديال من دابا. ما أعديش نية نغامر بحياة الجنود ديالي على حساب حسابات سياسية. أي واحد يوقف في طريقي يتحد. هذه الجملة الأخيرة ديالها كانت إعلان، تعبير على إرادة حديدية مخبية مورا مظهر هادئ. صافي، رجعوا للوحدات ديالكم وفكروا فكيفاش طبقوا داكشي اللي قلت اليوم. دابا نتوما كلكم تحت الاختبار. برهنوا لواو بالأفعال. كنزة العلمي حنات رأسها شوية للتحية ونزلات من المنصة. حتى خرجات من القاعة، كثر من 200 ضابط بقوا جالسين جامدين، ما قدروا لا ينوضوا لا يتحركوا، قوا غيرك يشوفوا فظهرها وهما مصدومين. من بعد ما مشت كنزة العلمي، الجو المتجمد في القاعة عاد بدا كي ترخف. شي واحد تنهد تنهيدة طويلة، شي واحد زير على يدوي بملامح حازمة. على وجه رئيس الأركان يوسف بن قلون دازت مشاعر معقدة. قلق، ولكن حتى بصيص أمل ضعيف بلي يمكن اغتجيهم فرصة باش يوليو جنود بصح. فالمقابل، وجوه بعض قادة الأفواج ولات مظلمة. هوما بحال إدريس بوعزة، الفرق غير في الدرجة، كلهم والفوا العادات القديمة. بالنسبة ليهم، الخطاب ديال كنزة العلمي ما كانش خطة إصلاح، كان تحذير قوي موجه ليهم هما نيت. التغيير في الفرقة كان يلاه بدا. الطريق اللي جاي أكيد ما غتكونش سئيلة، غتكون عامرة بالمقاومة والصراعات الخفية. العاصفة اللي خلاها خطاب الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي تبعات الضباط القادة وانتشرات في الفرقة كلها. شي وحدين حملوا معاهم عزيمة حديدية، شي وحدين غرقوا في تفكير عميق، وكينين اللي مقدروش يخبيوا الانزعاج ديالهم. الكولونيل رشيد الفاسي، قائد الفوج الثامن، كان من الفئة الأخيرة. يلاه رجع للبيرو ديالو، لاح الكسكيطة ديالو فوق الطبلة بعصبية. عمرو فايت 50، خريج الأكاديمية الملكية العسكرية. حياته العسكرية كلها كانت سلسلة ديال الترقيات بفضل العلاقات والمحسوبية. بالنسبة ليه، الجيش ماشي غير منظمة باش تحارب وتربح، ولكن قبل كل شيء هي منظمة باش المسؤولين يعترفوا بك وتترقى. الظهور ديال كنزة العلمي كان بحال إهانة، نفي للمسار المهني ديالو كالو. واشن كيبان لك هادشي معقول؟ الكومندان حميد الفاسي غوت على الكومندان حميد، رئيس الأركان ديال الفوج ديالو. مرامس عرفنا منين خرجات هذا جوج نجمات، جت لهنا وباغية تبدل عادات عندها 30 عام فصباح وعشية. تقرير مزورة، أرقام مختلقة. بلا هادشي كيفاش غتصير الوحدة بلا مشاكل؟ كان شي تبلغوا للفرقة، واششن غيشكرونا زعما. الكومندان حميد مسح العرق ديالو، وجهه مرتبك. ولكن سيدي الكولونيل، داكشي اللي قالت قائدة الفرقة حتى هو ماشي ما فيهش الصحة، خصوصا قضية الرفاهية ديال الإخوان الجنود. الرفاهية. الجيش هذا ماشي خيرية. غيمشي للحرب وباغي يأكل مزيان ويلبس مزيان. الدراري ديال دابا ضعاف وعلاش كيلومو الوحدة. فوقتنا حنا، فاش كانت أغنية، أيام زمان، ديال الكولونيل الفاسي غاتبدا، واحد الضابط دق في الباب ودخل. سيدي الكولونيل، كاين بلاغ من الفرقة وصل. بخصوص إنشاء وتشغيل قناة اتصال مباشرة مع قائدة الفرقة. مطلوب تلصاق ملصقات فيها رمز كيو، فكل غرفة ديال سكن الجنود وضمان حرية الاستخدام ديالهم. الكولونيل الفاسي خطف البلاغ قراه بزربة، وكمش الورقة. بصراحة هادشي كيفوت الحد. هادي ماشي هي انعدام الثقة في القادة. بحال يلك تحرض الجنود يبلغوا على المسؤولين ديالهم. فكر واحد الشوية ورسم واحد الضحكة خبيثة. وأخا، المسؤولين قالوا نديرو، غنديرو. لصقوا الملصقات كيما في التعليمات،
ولكن خاصنا نربي الإخوان على كيفاش يستعملوها كيما خاص يتوضح بلي الجنود ديال الفوج ديالنا خاصهم يفكروا وماشي يبرزطوا قائدة الفرقة على تفيهات. فهمتي قصدي ياك؟ مفهوم سيدي. الجواب ديال الضابط كان فيه واحد المرارة. كان هذا تهديد واضح، أمر ضمني بمنع الاستخدام. الكولونيل رشيد الفاسي قرر يقاوم النظام الجديد بالطريقة ديالو. كان كيعتقد بل الإصلاح ديال كنزة العلمي غيكون غير ريح دايز. التغيير بدا من أقل المستويات. فالكتيبة الثانية فينتعزل الكولونيل إدريس بورز رئيس أركان الفوج، تعين قائد مؤقت. فاش كانت لجنة التفتيش ديال الفرقة كدير التحقيق ديالها، الوحدة استقرت بواحد الشكل مدهش. أول حاجة تبدلات هي الماكلة. قاعة الأكل ديما فيها راحة الطياب، الطبسيل ديال المرقة عامر باللحم. كل شي كي تعطاه حقه. الخضرة طرية محطوطة في الطباسل. الجنود مبقوش كي يعتبروا وقت الماكلة واجب ثقيل. الطاجين ديال اللحم اليوم واعر بصح. أول مرة نشوف اللحم كتر من البرقوق. كل شي بفضل قائدة الفرقة الجديدة. يمكن الجيش غاية تبدل بصح. الجندي كريم ورفاقه كلاون كل شي في الطباسل ديالهم، وهما كيشكروا على وجوههم. لأول مرة من نهار دخلوا للخدمة العسكرية، بانت واسد الرضا. التغيير وقع حتى في السكن. غير شيء أيام من بعد تعليمات قائدة الفرقة، المسؤولين على اللوجستيك جاوا بنفسهم عينوا وداروا خطة لإصلاح الزليج المهرس، ومعالجة الحيوط اللي فيهم الغمولة. غرفة الإعلاميات اللي كان نايض فيها غير الربيع، دابا تركب فيها شيبيسيات جداد والجنود ولاونك يستعملوهم بحرية في الأوقات المحددة. وأخيرا، فلوحة الإعلانات ديال الثكنة تلصق واحد الملصقة بعنوان صوت الجندي. الجنود شافوا فرمز كيوور بفضول، ولكن حتى واحد ما قدر يجبد التليفون ديالو باش يسكنيه. ما تقوش فوعد سرية الهوية. الخوف من الانتقام شد ليهم يديهم. شيء أيام من بعد، واحد الليلة معطلة، الجندي كريم تقلب فالنعاس ما جاهش. الحريق ديال ركبته ولا كزيد يسوء. قائد الكتيبة المؤقت عطاه الإذن يمشي للمصحة، ولكن الطبيب العسكري ما زال كيقول ما كاي والوي غير عادي وكي يكتب ليه غير دواء الحريق. الخوف بلي غيتصاب بإعاقة بصح جاهه. جمع كاعن الشجاعة اللي عنده، ناض بشوية من فراشه، خرج للكولوار الخاوي. بيد مرعودة، جبد التليفون ديالو وسكانا رمز كيوور اللي في الملصق. طلعات ليه نافذة رسائل مجهولة الهوية. كتب كل كلمة بحذر، شرح الوضعية ديالو. إلى السيدة قائدة الفرقة. أنا الجندي ذو الدرجة الأولى كريم بلحاج من الكتيبة الثانية، الفوج الخامس. كان عاني من التهاب مفاصل مزمن ولكن ما كنت تلقاش علاج مناسب فالوحدة. كانتنا بزواف نمشي ندير فحص في مستشفى عسكري عالي المستوى. كنطلب من السيدة قائدة الفرقة المساعدة. صبعه كان كي ترعد شوية فاش ضغط على زر الإرسال. واشن هاد الصوت الصغير جيت سمع. رجع لفراشه وهو حامل معه القلق والأمل. كنزة العلمي كانت عندها عادة تجي للبيرو ديالها مع 5 الصباح. نهار الخدمة ديالها كان كيبدأ بالتحقق من الرسائل اللي وصلت لي صوت الجندي بالليل. الأيام الأولى أغلب الرسائل كانوا غير تفلية ولا ما عندهم معنى. ما فقدتش الأمل، اعتبرت دكشي حتى هو صوت الجنود وقرات كل رسالة بوحدها. وواحد الصباح، عينيها وقفوا على واحد الرسالة. كانت ديال الجندي كريم. ديك الساعة عيطات لمدير المكتب. وجد للجندي ذو الدرجة الأولى كريم بلحاج، الكتيبة الثانية، الفوج الخامس، موعد فحص فقسمنا جراحة العظام بالمستشفى العسكري المركزي محمد الخامس. اليوم نيت. أنا غنعطي تعليمات مباشرة للوحدة، يوجد باش داك الجندي يمشي للفحص دابا. مفهوم سيدتي الجنرال.
ونعيت لرئيس المصالح الطبية بالفرقة يجي للبيرو ديال دابا. من بعد شوية رئيس المصالح الطبية دخل وجهه صفر. كنزة العلمية عاودت ليه حالة الجندي كريم وسولاته ببرود. واشن الأطباء العسكريين ديال الفرقة ديالنا كلهم جهال ما كيفرقوش بين التواء ومرض مزمن. جندي كيشكي ديما من الحريق وكتعطيوه غير دواء ديال الحريق. واشن هذه طريقة معقولة للتعامل؟ سيدتي الجنرال، حيت عدد الجنود كثير دكشي عليش ماك ندروش. ما تبرش. دابا راجع لوقع اللائحة ديال الجنود اللي مشكوك فأمرهم بمرض مزمن ولا عندهم علامات إهمال فالعلاج وقدم لو تقرير. إلى سهيتي غير على واحد. رئيس المصالح الطبية يكون هو أول واحد يحيد الزي العسكري. التعليمات ديالها كانت سريعة وحاسمة. ديك العشية الجندي كريم كان شاد طريق للمستشفى العسكري محمد الخامس بأمر مباشر من قائدة الفرقة. هذا الخبار انتشر فالكتيبة كلها فغمضة عين. صوت الجندي بصح خدام. قائدة الفرقة بصحك تسمع وكتحل مشاكل الجنود. هذا كان دليل على الثقة أقوى من أي شعار. من ذاك النهار قناه صوت الجندي ولا تك توصلها كل نهار عشرات القصص الصادقة. شهر من بعد الإصلاح ديال كنزة العلمية، واحد الريح ديال التغيير واضح دز على الفرقة. ولكن ذاك الريح ما أوصلش لكل البلايص بنفس الطريقة. ذاك النهار كنزة العلمية مشات على غفلة تفتش استعدادات الفوج الثامن للمناورة التكتيكية. فاشن وصلات. المنظر اللي قدامها كان صعيب. بلاصة ما إربوا على التكتيك. الجنود كانوا مكلفين ينقيوا الربيع ويجمعوا الحجر يصوب به أحواض الزهور حول ميدان التدريب. فواحد القنت آخر. الضباط كانوا مجموعين كي صوبوا سيناريو لواحد العرض اللي غيحضر ليه قائد الفوج. منظر نموذجي للتدريب الشكلي. فين هو قائد الفوج؟ صوت كنزة العلمي البارد دوا. واحد قائد كتيبة جاك يجري. سيدتي الجنرال، قائد الفوج قرب يوصل باش يوجه التدريب. يوجه. هذا هو التدريب؟ كتخلي الجنود يهزو ألفاس بلاصة السلاح. هذا هو التدريب الحقيقي اللي كتهضر عليه. فديك اللحظة سيارة القيادة ديال الكولونيل رشيد الفاسي جات مغبرة. هبط من السيارة، شاف كنزة العلمية وارتبك شويه. مرحبا سيدتي الجنرال. صدفة زوينة، حتى أنا يلاه جيت باش نشجع الإخوان في التداريب. الكولونيل الفاسي كيبان لو نسيتي داكشي اللي قلت في الاجتماع ديال الضباط. قلت خصنا نلغي كاع أشكال التدريب الاستعراضي. هذا شنو هو؟ سيدتي الجنرال، فهمتي غلط. تحسين بيئة التدريب حتى هو جزء من التدريب. بلاك من التبريرات الخاوية. كنزة العلمي قطعات عليه الهضرة. عيطات لواحد الجندي كان خدام قرب. أنت واشن عارف هذه المناورة ديالاش؟ مس عرفتش بالضبط سيدتي. أيوة، وشنو كيبان ليك هذه الخدمة اللي كداير فشغ تعاونك في التدريب؟ همزة المسؤولين قالوا لينا نديروها، درناها. الجواب الصادق ديال الجندي كان بحال شيء تصرفيق فوجه الكولونيل الفاسي. كنزة العلمي شافت فيه بنظرة ديال خيبة الأمل. الكولونيل الفاسي، الوحدة ديالك ما زال كتحارب غير في الوراق. غدا غيكون اختبار للقدرة القتالية ديال الفوج. ما غيكون لا سيناريو لا عرض. أنا بنفسي اللي غنقيم. وجد راسك باش تبين القدرة الحقيقية ديال الفوج ديالك. دورات ظهرها ومشات بحال يلا ما بقى ما يتفشاف. رشيد الفاسي بقى تابع سيارتها بعينيه وهو كيعض على سنانه. ما بقش عنده فين يهرب. المواجهة المباشرة معها ولا حقيقة ما يمكنش يتفاداها. فكر بلي خاصو يربح كنزة العلمية باش يحمي المسار المهني ديالو. على وجهه بأن القلق والحقد العميق. الصباح التالي الجو في ميدان التدريب التكتيكي ديال الفوج الثامنة كان بارد ومتوتر كالتر من البارح.
الاستعدادات السريعة ديال الليل كانت عامرة بالثغرات، وجوه الضباط كان باين فيهم قلة النعاس والهلع. الكولونيل رشيد الفاسي حاول يبين راسه هادئ، ولكن رجليه اللي موقفتش من التزييع فضحات القلق دياله. كان ما زال غالط فتقييم الوضع. قائدة فرقة ما تجرأش تفضح قائد فوج قدام كل شي بحاله أكيد غيرك تخلع شوية وصافي. كان ما زال كيتيق فالمنطق السياسي اللي يعاونه ينجح فطول حياته العسكرية. مع 8 الصباح سيارة القيادة ديال الجنرال دو ديفيزيون كنزة العلمي وقفات قدام مركز قيادة ميدان التدريب. كانت لابسة زي قتالي، دايرة كسك حديدي، ومجهزة بالكامل. عينيها ما فيهمش حتى إحساس غير البرود ديال شي مقيم. بداية اختبار حالة الاستعداد القتالي للفوج الثامن. هزت يديها منعات التقرير الشكلي ديال رشيد الفاسي، مشت نيشان لخريطة العمليات. السيناريو الافتراضي 18 دقائق. فرقة خاصة ديال العدو دازت السياج الحدودي، ودخلت لمنطقة جبل تبقال اللي فمجال مسؤولية الفوج. 8:15 على طريق الإمداد الرئيسي رقم 7، تشافي دخان مجهول المصدر، مشكوك يكون مادة كيماوية. 28 سيارة مدنية تلفات ودخلات للمنطقة المحظورة. قائد الفوج تعامل فالحال مع الوضع وعطي المهام للوحدات التابعة لك. بدا عقل رشيد الفاسي تبلوكا. هذا ما كانش اختبار بسيط كيما كان كيتصور. هذا كان أسوأ سيناريو ممكن. 3 ديال الحالات المعقدة وقعوا في نفس الوقت كي يمتحنوا الذكاء ديال القائد. فرقة خاصة ديال العدو، سلاح كيماوي، حماية مدنيين. حتى مشكل مسيم كناية ستهانن به. العرق بدا كي يتصبب من جبهته. فديك الخلعة، ختار الورقة اللي موالف بها واللي سئيلة للاستعراض. رئيس الأركان، أمر الكتيبة الأولى، القوات كلها مجهزة بالكامل، تحاصر منطقة جبل تبقال. سرية الاستطلاع حتى هي تنطلق. أول أمر عطاه كان غلطة قاتلة. قائد الفوج، صوت كنزة العلمي الحد بحال الموس دوّف مركز القيادة كولو. طريق الإمداد الرئيسي محتمل تكون تلوثات بمادة كيماوية، ما عطيتيش الأمر للوحدات باش تحتاط ولا تقلب على طريق بديلة ومشية صيفة القوات. واش باغي تدفع الجنود ديالك لوسط الغاز السم قبل ما تشد العدو؟ زادت كمالات، فين هي فرقة الوقاية الكيماوية؟ أعطيهم الأمر فالحال يطهر المكان. والسيارة المدنية؟ ما فكرتيش فالاحتمال ديال العدو يشد المدنيين كرهائن. فخطة العمليات ديالك، إنجاز القضاء على العدو أهم من حياة الجنود ديالنا والمواطنين؟ قدام الأسئلة المتتالية ديال كنزة العلمي، الكولونيل الفاسي مقدرش يجاوب. عقله تخربق. القائد مرتبك. نظام القيادة بدا كيتشل، الأوامر وليتك تخرج بطريقة عشوائية. الكتائب يلاه وجدوا ينطلقوا، وصلهم أمر إنذار كيماوي، دغي مشاو يقلب على أقنعة واقية. سرية الاستطلاع ما وصلهاش مسار واضح، بقت غير واقفة كتسنى فمركز القيادة. شبكة الاتصالات عمارات بتقارير ما عندها معنى والغوات. حتى طلقة ما تطلقات، ولكن الفوج الثامن تهرس من الداخل. كنزة العلمي بقات كتشوف ببرود فالفوضى ديال رشيد الفاسي. أعطته فرصة، ولكن ما قرش يخرج من القوقعة ديال الغرور والعادات القديمة. الربح والخسارة كانوا واضحين. شافت بليمة كايلاش تزيد تشوف. دوزات عينيها للكومندان حميد، رئيس الأركان. عكس الفاسي، حميد وخا مرتبك، كان كيحاول يفهم الوضع. الكومندان حميد. صوت كنزة العلمي خلي حميد يفيق. تحت أمرك سيدتي الجنرال. من دابا، وصل الأوامر ديالي لجميع الوحدات التابعة. أولاً، حصار كامل لطريق رقم 7. أمر فرقة الوقاية الكيماوية تبدأ التطهير.
جميع الأفراد والمعدات خاص يلبس لباس واقي ويتسنى برا المنطقة المحاصرة. ثانياً، موقع السيارة المدنية بعيد على منطقة تسلل العدو. الأولوية لحماية المدنيين. حرك نص سرية الاستطلاع وقوات المراقبة العسكرية للمكان فالحال لإنقاذ وإيصال المواطنين لمكان آمن. ثالثاً، الفرقة الخاصة ديال العدو، حرك السرية الثالثة، الكتيبة الأولى، الوحدة اللي كتعرف تضاريس جبل تبقال مزيان، ديروا ليهم كمين ماشي حصار. الفرقة غتدعمكم بفرقة خاصة، المهمة هي القبض عليهم أحياء، ماشي القضاء عليهم. الأوامر ديال كنزة العلمي كانت واضحة وسريعة بحال ألمن الجار. الوضع المعقد فلحظة تحل بواحد الطريقة مدهشة. الكومندان حميد كان كيقيد التعليمات ديالها وهو كيترعد. فعينيه الدهشة والاحترام كانوا واضحين. هذه هي الصورة ديال قائد حقيقي. واقف حداه وجه الكولونيل رشيد الفاسي ولا بيض تماما. ما قرش يفهم الأوامر اللي يلاه سمع. فعقلوا كانوا غير الأسئلة، علشاش المدنيين هم اللولين. علشاش القبض عليهم أحياء ماشي القضاء عليهم. هادشي كان مختلف تماما على المنطق العسكري اللي تعلموا فحياته كلها. كنز العلمي هزات جهاز اللاسلكي، تواصلات مباشرة مع الوحدات. صوتها كان عامر بالسلطة والحزم. مفهوم. السرية الثالثة، بلغوا بالموقع الحالي. ديروا خط صد للعدو. ما تشبكوش بزربة، تسنوني نوصل للميدان. تحت القيادة المباشرة ديالها، الجنود بداوا كيتحركوا بنظام. ما بقوش مرتبكين ولكن ولاو كيتصرفوا باتساق. الثقة فالقائد زادت من القدرة القتالية ديال الوحدة، دليل حي قدام عينيهم. من بعد شوية، كنزة العلمي حطات جهاز اللاسلكي، ودورات وجهها لرشيد الفاسي. عينيها دابا ما بقوش فيهم إحساس، غير البرود ديال القائد خد القرار ديالو. الكولونيل الفاسي، اليوم فقدت الأهلية ديالك كقائد. فاشن وقع وضع معقد، نسيتي أهم مبدأ أساسي وهو حماية حياة جنودنا والمدنيين، فكرتي غير فالإنجاز. هذا نقص فالصفات الأساسية لقائد. الجيش قبل ما يكون منظمة باش تحقق انتصارات، خاص يكون منظمة كتحمي حياة وممتلكات الشعب. خطة العمليات ديال كنفات السبب الأساسي ديال الوجود ديالنا. رشيد الفاسي مقدر يقول حتى كلمة، شفايفه كانوا كيترعدوا. رئيس الأركان. تحت أمرك. من دابا، قيادة الفوج الثامن مؤقتا كتسلم لرئيس الأركان. أنا بنفسي بندي الكولونيل رشيد الفاسي إعفاء من جميع المهام الرسمية وأمر بالرجوع للفرقة. مفهوم. صوت الكولونيل بنجل كان فيه شوية ديال الرعدة ولكن وجهه كان هادئ بحال يلا كان متوقع هذا الوضع. كنزة العلمي دازت من حد رشيد الفاسي ومشات جهة سيارتها. قبل ما تمشي، قالت آخر كلمة. هذه هي الطريقة اللي تمشي عليها هذه الفرقة. إلى ما أقدرتش تمشي معانا، حتى أنا ما يمكش نبقى هزاك معي. رشيد الفاسي بقى واقف جامد فبلاصته، وجهه شارد. برج السلطة والغرور اللي بناه فحياته كلها تهرس. غير فنهار واحد، ما بقى عنده ولوي. فاش كانت السيارة هزت الكولونيل رشيد الفاسي راجعة للفرقة، عقله كان مخربق. ما قرش يتيق بالي داكشي اللي وقع بصح. كيفاش ممكن؟ غير فنهار واحد. حياته كلها عاشها غير على قبل الترقية والسلطة. كي يتملق للمسؤولين، كي يستغل المرؤوسين، كي يخلق وحدة مثالية فالوراق. هذه كانت هي الوصفة ديال النجاح ديالو. كنزة العلمي نفات ليه كلشي. هرسات ليه البرج اللي بنا وبنات نظام جديد مبني غير على الكفاءة والمسؤولية. حس بالإهانة بحال يلا المسار المهني ديالو كالو تنفى. فنفس الوقت، فساحة الرياضة ديال الفوج الثامن، واحد الفجر جديد كان كيشرق. من بعد ما مشن الفاسي،
كنزة العلمي عيطات على الكومندان عادل التازي، قائد الكتيبة الثالثة، يجي لقدام. هو كان الوحيد اللي فديك الفوضى بقا هادئ، قاد الكتيبة ديال وحاول يتعامل مع الوضع. جاء قدامها وهو مستغرب. الكومندان عادل التازي. أنا هنا، سيدتي الجنرال. ابتداء من اليوم، كان عينك قائد مؤقت للفوج الثامن. عينيه توسعوا، كالضباط اللي دايرين بيه شافوا ذاك المنظر بعيون ديال الدهشة والاحترام. قرار إداري مفاجئ ما مبني لا على علاقات، لا محسوبية ولا أقدمية، مبني غير على الكفاءة. أنا مكني عرفش العلاقات ديالك ولا الأقدمية ديالك، ولكن اليوم شفتك كتقاتل بكل جهدك باش تنقذ حياة الجنود ديالك في وسط الفوضى. بالنسبة لووهاتشي كافي. كنزة العلمي حطت يديها على كتف التازي. نهض بهذه الفوج. بني جيش كي يحارب باش يربح، ماشي جيش باش يستعرض. كالدعم والسلطات اللي تحتاجها كنضمن لك. تقدر ديرها ياك عادل. التازي تخنق واحد شوي، حس بالمشاعر كتفيض بيه وثقل المسؤولية على كتافه، وغوت بصوت عالي، كنقبل الأمر، غنضحي بحياتي باش نكمل المهمة اللي كلفتيني بيها سيدتي الجنرال. الغوتة ديال دويات فالساحة كلها. الضباط الآخرين شافوا ذاك المنظر بعيون ديال الصدمة والإعجاب. قائد كيترق غير بالكفاءة والمسؤولية ماشي بالمحسوبية. هذا منظر غريب بزرف، ولكن في نفس الوقت بديهي بزرف. قبل ما تركبوا في السيارة، كنزة العلمي قالت للضباط ديال الفوج الثامن، القادة ديال هذه الفرقة تقيموا بمعيار واحد فقط، وششنهما مقاتلين ولا لا. برهنوا على راسكم فالمناصب ديالكم. فشمشات السيارة، بقت غير شمس مشرقة ديال بداية جديدة في الساحة. أقوى محور مقاومة فالفرقة تهرس. داب موجة الإصلاح الحقيقية تكتسح الفرقة كلها. كنزة العلمي شافت من شرجم السيارة بقات تشوف فصمت فالفوج الثامن اللي كان مشتت. قلبها كان بارد، ولكن ذاك البرود كان هو الحزم ديال طبيب جراح باش يقطع الجرحة للجيش. مكإنتش غتوقف. أي واحد يوقف فطريقها، شكون ما كان، شحال ما كانت عنده السلطة، غي تحيد. الوقت دز، غسل الأوساخ القديمة ديال الوحدة، والفصول بدلات الوان الجبال والغابات. 3 أشهر من نهار تسلمات كنزة العلمي المنصب ديالها، الجبال ديال الأطلس تغطاءت بالثلج الأبيض، بحال يلا لبست زي عسكري نقي. الريح البارد القاطع كان كيس فورفوديان، كيثبت معنى كلمة قاسية. فقلب هذه القساوة. التدريب التكتيكي الشتوي ديال الفرقة كان خدام بحماس، ولكن منظر التدريب تبدل تماما. الجنود كانوا يتحركوا في الثلج لابسين ملابس حديثة مضادة للبرد، ومن مورن الأقنعة اللي مغطية وجوههم، عينيهم كانوا يبرقوا بتركيز عالي بلاصة العين. ما بقوش ذاك المنظر ديال الوحدات واقفين في الصف على جنب الطريق باش يستعرضوا ولا يديروا فيها فالبلايص اللي باين. كل وحدة كانت كتحرك باستقلالية وبمرونة على حساب الوضع الميداني الافتراضي اللي كيتبدل بلا توقف. خصوصا، التغيير ديال الفوج الثامن كان مدهش. تحت قيادة القائد المؤقت للفوج عادل التازي، الفوج الثامن بين تكتيكات فعالة ومبدعة. بلاصة ما يجلس فمركز القيادة ويعطي الأوامر، كان كيركب مباشرة فمركبة المشاة القتالية، كيتنفس ويقاتل مع الجنود فالخطوط الأمامية. فش كان كيغوت، هجوم. الجنود كانوا بلا تردد كيغوتو وينطلقوا في الثلج. هادشي ما كانش طاعة بسباب الخوف، ولكن شجاعة نابعة من الثقة. فواحد الجنوب ديال ميدان التدريب، من شاحنة مطبخ ميداني كان كيخرج الدخان، طباس السخان ديال حساء الدجاج كانوا كيتقسموا على الجنود. هذا هو نظام الإمداد الميداني اللي كنزة العلمي صلحاته هو اللول من بعد ما تسلمات المنصب. طلبات بالي بلاصة الأكل الجف البارد، الجنود اللي كيضربوا فالبرد القارس خاصهم يأكلوا وجبات سخونة. واللهيلة،
ماشي بحال الماكلة ديال مركز التدريب. من نهار جت قائدة الفرقة الجديدة، بصح حياة الجندي ولا تزوينه. إلى كلية مزيان، كتقاتل مزيان. الجنود كانوا كيدفيوا يديهم المقرصين بالبرد، وهما كيشربوا الحساء السخون. الدفء اللي انتشر فوجوههم ما كانش غير الدفء ديال الماكلة، كان هو الإحساس بالاحترام، الدفء ديال المعاملة كإنسان. كنزة العلمي كانت واقفة من بعيد، كتشوف ذاك المنظر وهي مبتسمة بارتياح. الكولونيل يوسف بنجلون كان واقف حدها كي يقدم التقرير. سيدتي الجنرال، جميع الوحدات تجاوزوا أهداف التدريب، خصوصاً نسبة الإصابات نقصت بأكثر من 80% مقارنة بالعام اللي فات. يمكن بفضل إجراءات السلامة الدقيقة ونظام الإمداد اللي تحسن. خدمة ممتازة، رئيس الأركان. الجيش ماشي بلاصة غير باش تهجم بعمن، ولكن بلاصة خاصك تبقى فيها حي باش تكمل المهمة. عقل على هادشي. قدام كلامها، الكولونيل بنجلون حنى راسه باحترام صادق. الجندي الكريم بالحاج دابا ولا عريف، ما بقوش كفيق بالليل بسباب الحريق. بفضل اهتمام قائدة الفرقة، تشخص المرض ديالو بدقة فالمستشفى العسكري محمد الخامس، دار عملية ناجحة ورجعت لي صحته. فخزنته، بلاصة الدفتر اللي كان كيكتب فيه الحريق، دابا كاين دفتر صغير كيكتب فيه الخطط ديالو من بعد ما يسالي الخدمة العسكرية. السكن ولا دافئ، نظام التدفئة الخاسر تبدل بنوع جديد، الشراجم تلصق ليهم عازل ضد الريح. لوحة الإعلانات، صوت الجندي، دابا ما بقتش بلاصة للشكوى، ولا بلاصة لاقتراح الأفكار. سيدي المسؤول، هذه نهاية الأسبوع واش نقدر نعود نرتب الأدوات فقاعة الرياضة. كيبان لو ضايعين في المساحة. فكرة زوينة. خليني نقترحها بشكل رسمي ونشوفه. ثقافة فنكلشي ما كيخافش يعطي رأيه والآراء المعقولة كتقبل. هذه كانت هي أحلى ثمرة من بذرة الثقة اللي زرعتها كنزة العلمية. ديك الليلة، نشرة الأخبار فالتلفزة بينات واحد الوجه معروف. كانت نشرة على نتائج التحقيق فالتصرفات الخاطئة لضباط عسكريين، منهم الكولونيل السابق إدريس بوعزة والكولونيل السابق رشيد الفاسي. الجرائم ديالهم تفضحات والأحكام القاسية ديال المحكمة العسكرية تعلنات. بوعزة تحكم عليه ب5 سنين حبس بتهمة اختلاس المازوت، استغلال المؤونة العسكرية وتقديم تقارير كاذبة. الفاسي تحكم عليه ب3 سنين حبس بتهمة التقصير في القيادة واستغلال السلطة. الجنود اللي كانوا كيتفرجوا في التلفزة بدلو القناة بصمت. بالنسبة لهم، دوك الناس مبقوش مهمين. الجيش ديالهم تقدم لقدام. ديك الشتاء، منطقة الأطلس عرفت عاصفة ثلجية قياسية ف50 عام، غير فليلة وحدة، الثلج وصل لأكثر من متر، شل جميع الطرق في المنطقة اللي مسؤولة عليها الفرقة، خصوصا بعض المواقع الأمامية تعزلات تماما. فاش وصلها التقرير، كنزة العلمي بلا تردد، عيطات لاجتماع طارئ. رئيس الأركان، تواصل دابا مع السلطات المحلية، طلب التنسيق لإزالة الثلوج، غير بمعدات الهندسة ديال الفرقة ما كفياش. الجيش والشعب خاصهم يتعاونوا. هادي ماشي مساعدة مدنية، هادي عملية تنسيق جيش شعب. مفهوم. طلب من القوات الجوية دعم بالمروحيات فالحل. الأولوية القصوى هي نقل المواد الأساسية والإمدادات الطبية للمواقع المعزولة. الأدوية ووقود التدفئة أهم من الأكل. الإنسان فوق كل شيء. التعليمات ديالها كانت واضحة وواقعية. يلا كان قبل، يمكن الأمر اللي غيخرج هو تحريك الجنود لإزالة الثلج بأي ثمن. ولكن هي ما دفعتش الجنود ديالها لكومة الثلج بعمن، ولكن استغلت كاع الموارد المتاحة باش تلقى الطريقة الأكثر فعالية. راكبات هي بنفسها فالمروحية ومشاة للمواقع المعزولة، شدت اليدين المقرصين بالبرد ديال الجندي الحارس، وقالت ليه: تمحنتوا بزراف، صبروا شوية أخرى، ما تنسوش بلي موراكم الفرقة كلها.
خبار قائدة الفرقة اللي تحدت الخطر ومشات حتى للمواقع الأمامية انتشر أسرع من العاصفة الثلجية. الجنود زادوا تحمسوا لإزالة الثلوج، هذا ما كانش واجب، كانت معركة لإنقاذ الرفاق. بفضل عملية التنسيق السريعة بين الجيش والشعب، الطرق المشلولة تحلات قبل الوقت المتوقع. ما تسجلات حتى حالة ديال حروق البرد ولا حادث. قصة التعامل الناجح مع الأزمة تنشرات فالصفحة الأولى ديال جريدة القوات المسلحة الملكية وجذبت انتباه القيادة العليا. شيء أيام من بعد، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، دار زيارة غير رسمية للفرقة. تحت توجيهات كنزة العلمي، زار الوجه الجديد تماما ديال الوحدة. عيون الجنود اللي عامرة بالحياة، الثقة ديال الضباط، نظام التدريب الحقيقي. كان كيهز راسه باستمرار بإعجاب. وقفوا بجوج فمنصة المراقبة، منين كيبان منظر واسع ديال الجبال المغطاية بالثلج. الريح البارد كان كيدوز على وجوه الجنرالين. الجنرال كنزة العلمي، المفتش العام بدا الهضرة. الصراحة، فلول كانت قلقة بزرف. قائدة مرا ففرقة أساسية فالحدود، المعارضة الداخلية حتى هي ما كانتش قليلة. ولكن اليوم فاش جيت لهنا، لقيت بالي القلق ديالي كان زايد. نتي ماشي بدلتي الجيش، نتي غير رجعت الجيش لبلسته الصحيحة. هذا كان مدح صادق من أعلى قائد. كنزة العلمي ردات بتحية عسكرية. شكرا سيدي الجنرال. ولكن هذا ماشي مجهود ديالي بوحدي. هذه نتيجة ديال كجنود الفرقة، اللي تاقوا وتبعوا التغيير. من بعد ما مشن المفتش العام، كنزة العلمي بقات واقفة بوحدها فمنصة المراقبة واحد المدة طويلة، كتشوف فدوك الجبال البعاد. على الأرض المتجمدة، نفس الربيع بدا يتسلل. الشتاء الطويلة والباردة ديال الفرقة اللي بدأت مع نهار تسلمات المنصب ديالها حتى هي قربات تسالي. الكولونيل يوسف بنجلون قرب، حط عليها معطف. سيدتي الجنرال، ندخل. البرد كاين. كنزة العلمي هزت رأسها بالموافقة. ملامحها كانوا مازالين هادئين بحال النهار اللول، ولكن عينيها دابا ما بقوش فيهم غير الصرامة، ولكن حتى العمق والدفء ديال حنونة على عشرات الآلاف من ولادها. وأخا، يلاه ندخلو. ما زال بزرف ديال الخدمة كتسنانا. دورات ظهرها ورجعات للوحدة. فالطريق اللي غادية فيها، آخر شمس ديال الشتاء كانت كتضوي. فداك الضوء، جوج نجمات اللي علت كتافها كانوا كيبرقوا بوضوح وقوة أكثر من أي وقت مضى. النجمة الجديدة اللي طلعت فالفرقة دابا ولا هي المنارة الأكثر ثقة، ثابتة كتضوي السما ديال الليل. أتمنى أن تكون هذه القصة قد لمست قلوبكم وألهمتكم. هذه قصة عن الشجاعة والنزاهة، وعن كيف يمكن لشخص واحد بإرادة صلبة أن يغير منظومة بأكملها نحو الأفضل. إذا أعجبتكم القصة، لا تنسوا أن تتركوا تعليقا تخبروننا فيه عن رأيكم، وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم لتعم الفائدة. واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لتصلكم كل قصصنا الجديدة والمؤثرة. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في قصة أخرى.